بسم الله الرحمن الرحيم. الكبير عبد الكريم، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة بإقليم دريوش. اليوم كنتواجدوا من داخل المستشفى الإقليمي بالدريوش في إطار واحد القافلة طبية جراحية من تنظيم جمعية أوروقاسيتا للتضامن والتنمية، وبشراكة مع جمعية الأفق للجراحة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة بإقليم دريوش، وبتنسيق المشاركة أيضا مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم. هذه القافلة استفادوا منها أكثر من 90 مواطن من الدواوير والجماعات القروية خاصة بإقليم دريوش. كانت هناك عمليات جراحية في تخصصات متعددة، من بينها الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وأمراض النساء والتوليد. واستفدوا أيضا أطفال، مجموعة من الأطفال أكثر من 30 طفل من عمليات الختان. وهذه العملية كنشوفوها من داخل المستشفى الإقليمي أنها عملية خيرية اجتماعية كتدخل في إطار واحد البرنامج، واحد الشراكة العمل بين هذه الجمعيات والمندوبية الإقليمية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وفي هذا الإطار كنشكروا جميع المتدخلين اللي ساهموا من بعيد أو من قريب، سواء عمالة إقليم دريوش أو المندوبية أو الجمعيات والمجتمع المدني والصحافة المحلية. كنشكروا الجميع وكنتمناو مزيد من المبادرات الخيرية والاجتماعية خدمة لساكنة إقليم دريوش، ولفك العزلة أيضا عن الساكنة من الناحية ديال الخدمات الصحية. وكنتمناو مزيد من العطاء والمبادرات الخيرية في القادم من الأيام إن شاء الله، وشكرا لكم.